بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن عاقبة الظلم. محدش يظلم حد. لما حد يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل، أقول يا شيخ الله لا يسامحك، والله لو تصلي ليل ونهار وتحج وتزكي وتعمل كل الحاجات الكويسة في الدنيا، ربنا ما هيغفر. عند دخول الجنة هيقول لك استنى معلش ارجع خليه يسامحك تاني. وهنا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الظلم ظلمات يوم القيامة. ربنا هيغفر كل الذنوب إلا إنك تظلم حد أو تغتاب حد أو تحكم بين الناس بالباطل أو تنصر ظالم على مظلوم. وأحكي لكم قصة صغيرة جميلة جدا. راجل ثري. الراجل ده رغم الثراء اللي هو فيه عنده مركز ممتاز جدا، وظيفة محترمة، عنده فيلا، عنده عربية، عنده كل سبل الراحة، ولكنه ظالم. بيعمل كل الظلمات اللي ربنا قال عليها في الدنيا كلها. بيظلم ده وياكل حق ده ماشي بالعافيه غصب عن الناس. هو الراجل ده نازل السوق، لقى واحد صياد فقير اصطاد سمكه، بس السمكه كبيره شويه. المهم طمع في السمكه وقال للراجل انا عايز السمكه دي. قال له والله دي ثمنها كذا. قال له لا انا هاخدها مش هديك حاجه. وفعلا لما جه ياخد السمكه الراجل محوش عن نفسه، ماسك الراجل الفقير ده او الصياد الغلبان ضربه وخد السمكه. وهو راجع في الطريق اللي هو الراجل اللي خد السمكه ده بيدعي عليه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، بينهزلها عرش الرحمن. دعوة المظلوم بتصعد للسماء السابعة. دعوة المظلوم صعبة. وهو ماشي الراجل ده وهو بيدعي، السمكة اتحركت في ايد الراجل وعضته من صبعه الصغير، خدت عقلة من صبعه عضته فيها. راح للدكتور. الدكتور قال له لازم عقلتك تتقطع فورا علشان خاطر السم اللي كان في السمكة بدأ ينتشر في صبعك وهيأذيك. قال له لا ده هي مش مستاهلة، وانا عندي فلوس كتير ممكن اكشف واعالج نفسي والى اخره. روح البيت صاحبنا الثري بدأ السم ينتشر في باقي دراعه. لقى دراعه ازرق، اتغير، تشبث دراعه، الدنيا اتغيرت خالص معاه. ارجع للدكتور بسرعة. رجع للدكتور. الدكتور قال له مش أنا قلت لك إن السم هينتشر في دراعك وفي جسمك؟ قال له هنا لازم دراعك يتقطع، لازم يتعمل بتر لدراعك بالكامل. فعلا الدكتور بتر دراعه بالكامل، وكان الراجل ده عبرة لمن يعتبر. كل أهل القرية اللي هو فيها أو القرى اللي فيها اللي كان عايش فيها الراجل ده عرفوا ان الراجل ده كان ظالم، ونتيجة ظلمه ده بقى شكله وحش قدام الناس وقدام ربنا وقدام الدنيا كلها. الظلم ظلمات يوم القيامة. اوعى تظلم حد، اوعى تاكل حق حد، اوعى تعتدي على حد، اوعى تحكم بين الناس وتحكم بالباطل علشان ده قريبك وعشان ده معرفة وعشان جت عندك يبقى نحكم بالباطل. ناس كتير اتظلمت وسكتت، ناس كتير اتظلمت وحاولت تتكلم، بس كان في وسائل ضغط عليها كتيرة جدا انها تسكت عشان ده شخص مقتدر وشخص عنده وشخص ذو نفوذ والى اخره. اوعى تفتكر ان ربنا هيسيبك. الظلم ظلمات. والله المظلوم هيشوف نتيجة الظلم ده قدام عينيه. لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم.
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله جنة. افتكر ربنا كويس، وافتكر ظلم الناس كويس، وزي ما قلنا الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك أن أكون من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.